لا انت يا باشا بقى اتقرصت الخمس ماتشات اللي فاتوا، التعادل معاهم بقى فوز ليهم، بقى بيطلعوا يزيدوا. ماتشنا مع الزمالك النهارده ده سادس ماتش بعد 5 ماتشات ما عرفناش نفوز عليهم في ارض الملعب. ده ايه ده؟ بدايه الكلام كده. مش انا النادي الاهلي تمام اللي بيقول على نفسي اعظم نادي في الكون، فرقه زي دي تعاصلك معايا. الماتش بتاع النهارده يا فوز يا فوز، لا اما قسما بالله ما هتتحلوا. عشان بس ايه، انا ولا تقول لي بقى حاسب الخطيب ولا حاسب كولر ولا حاسب اللعيبه، انا مفيش حد مش هحله لحد عم حارس من اول فوق لحد تحت، مفيش حد هيتساب. رجوله يا جدعان، ولا هقول لك بقى تكتيك، ولا اقول لك نقطه ضعف، ولا اقول لك نقطه قوه، ولا المحن ده. هتلعب برجوله يا باشا، هتاخد الفرقه دي هتاخدها رايح جاي. مش عايز اقول لفظ وحش، هتلعب بها لا يعني هيحصل معاك حاجات وحشه، لان الفرقه دي بتلعب معاك بغل. الجيل ده عشان اتقل منه من السوشيال ميديا واتقل منه من الاعلام الرياضي الاهلاوي بين قوسين احمد بلال، فالجيل ده بقى بيلعب معاك بغل. فانت لازم تنزل وانت حاطط في دماغك ان انت تجيب اقصى ما عندك. بيكون مستواك هنا وهم هنا بيجيبوا اقصى ما في عندهم، وانت اخرك كده، فبيتعادلوا معانا. انت بقى هات اخرك عشان نعرف كل اعلامي رياضي في مصر لا ينتمي للنادي الاهلي يعني ايه النادي الاهلي، يعرفوا فعلا ان الله حق، ويعرفوا فعلا ان النادي الاهلي ده معلم عليهم. مش انا يا جدعان اللي اقعد 6 ماتشات ما اعرفش افوز على فرقه زي دي. الجيل ده جيل يعني ده جيل اصلا جيل فاضي. ناصر منسي ايه ويا شلبي ايه يا جدعان؟ احنا هنستهبل؟ الجيل بتاعنا ده لازم يتعظ المره دي بقى. اصل هو الفكره كلها ان انا مش لازم تستناني عشان اطلع اقول لك الكلمتين دول. لا انت يا باشا بقى اتقرصت ال5 ماتشات اللي فاتوا، التعادل معاهم بقى فوز ليهم، بقى بيطلعوا يزيدوا. دي نقطة. الجماهير ان شاء الله اللي في الماتش استسمحكم بعد اذنكم، مفيش شتيمة، مفيش اي تجاوزات، مفيش اي حاجة خروج عن النص، بعد اذنكم شجعوا النادي الاهلي وبس. ان شاء الله انا متوقع اللعيبة بتاعتنا لو لعب برجالة يا جدعان قسما بالله الماتش ده سكور بامر الله. اراك ضاحكا.